السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا وصفة خفيفة جدا بكوبايتين دقيق و3 معالق سكر وذرة ملح وشوية مية. خدنا كوبايتين دقيق من الكوباية الكبيرة اللي معاكم دي ونخلناهم، ودول 3 معالق سكر كبار. هنعمل معاكم بغاشة باللبن وبالسكر البودر، وهنعملها على الطاسة من فوق، مش هنعملها في الفرن. خفيفة جدا وسهلة جدا ومن غير عسل، يعني في بغاشة بتتعمل بالعسل، دي بقى هتتعمل باللبن والسكر زي المحلات بتاعة الفطاطري. نزلنا كده ب3 معالق سكر كبار، وهنعجن بقى كده كوبايتين الدقيق اللي احنا نخلناهم حلو، وحطينا ذرة ملح. بتعملوا بقى الكمية اللي انتوا عاوزينها، انا بس حبيت اوريكم التجربة، وانتوا بقى الكمية اللي تحبوها اعملوها. بنعجن في العجين حلو قوي، طبعا بننزل المية على حسب ما الدقيق ياخد معانا. ماشي يا جماعة، يبقى هما 3 معالق سكر كبار على كوبايتين الدقيق. انا عاملة مجين كبار دقيق ونخلتهم، وذرة ملح صغيرة، و3 معالق سكر وشوية مية بس. اظن وصفة مفيش اسهل من كده، حتى المبتدئين يقدروا يعملوها. طبعا انا كنت بقى ايه، مسكت بقى نزلت العجينة على الرخامة. طبعا الرخامة زي الفل، ولازم تعجنوا فيها بقى ايه، يجي 5 دقايق كده، حبة حلوين كده عشان تديكوا نتيجة حلوة وتبقى حلوة معاكم. طبعا العجينة كانت بتلزق معانا، احنا عاوزينها كده عشان خاطر مش عاوزينها يابسة، عشان تبقى ايه، تدينا توريقات وتتفرد معانا بسهولة. فحطيت شوية زيت صغننين خالص على ايدي عشان ايه، اقدر ان انا اتحكم فيها واعجنها كويس. طبعا كده احنا بنلت وبنعجن فيها، بس عشان هي لازقة في ايدي بنعجن فيها كده على الرخامة لمدة 5 دقايق بالظبط. وبعد كده بنركنها، بنقرصها وبنركنها، بنعملها على العدد اللي احنا عاوزينه. زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا كملت مع نفسي، بعد كده حطيتها في الطبق اهي. بصوا جمالها، عجينة جميلة جدا ومرتاحة. واهم حاجة تخدموها كويس، خدمتوا العجينة كويس هتطلع معاكم الفطاير زي الفل. طبعا هنقسمها كده بقى بالقطاعة بتاعتنا كده على حسب العدد اللي احنا عاوزينه. احنا قسمناها ل6 فطاير. ماشي يا حبايبي، عاوزين تقسموها اقل من كده برضو براحتكم، بس عشان بس يبقى فيها توريد، ما تبقاش ناشفة معانا قوي، ويبقى فيها ايه، يبقى فيها في قلبها كده توريقات حلوة كده. انتوا بقى بتعملوا الكمية اللي تريحكم. عاوزين تزودوا الكمية برضو بتزودوا عدد الدقيق وتعجنوا بالمية وكان بقى معانا سكر بودر، وحطينا عليه كيس فانيليا، ومعانا شوية سمنة على شوية زيت. هتشوفوهم دلوقتي معانا في الطاسة الصغيرة دي كده، كنت مسيحاها. معايا زبدة، طبعا هي مش زبدة بلدي، زبدة بقى فرن، اي حاجة عندكم اللي متواجد عندكم. نص كوباية سمنة على شوية زيت، وبنسيحهم على بعضهم وبنركنهم جنبكم كده لحد ما ايه، نيجي بقى نبدأ بأول واحدة. احنا ايه، هنقرصها. يا اما نسيب العجينة ترتاح دقيقتين 3 كده، وبعد كده ايه، نبتدي نشتغل فيها عشان خاطر تفرد معانا بسهولة. وهي والله ما شاء الله، يعني انا حتى ما سبتهاش تريح، اشتغلت على طول ففردت معايا وكانت زي الفل. ده دقيق جميع الأغراض. ماشي يا حبايبي، هنبتدي بقى نشتغل بأول واحدة ونوسع مكان كده. هندهن الرخامة كده شوية زيت على سمنة من اللي معانا، زيت على زبدة من اللي معانا اهو قدامكم اهو. يعني حبة برضه، احنا مش هنحتاج كتير قوي، عشان ايه، دوب بس حاجة كده نورق بيها الفطيرة بتاعة البغاشة. هي نفس عجينة الفطير المشلتت بالظبط يا جماعة. لا بيتحط عليها خميرة ولا بيتحط عليها حاجة، هي سكر وشوية ملح ومية. هي دي عجينة الفطير بالظبط، بس احنا بنعملها شكل تاني وبنسميها بغاشة. بنعملها على شكل مربع، انما الفطير بيبقى طبعا اكبر من كده
بس هي العجينة، بس طبعا بنعجن اكتر من كده. نبتدي طبعا نفرد بالفرادة كده. انا ما كنتش استنيت عليها ان هي ترتاح شوية، اشتغلت على طول وفردت معايا والله اللهم بارك، كانت جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده. بنفرد على قد ما نقدر، وبعد كده نبتدي نشد بايدينا بقى بالراحة كده في اطراف الدايرة اللي معانا دي كده. هتشوفوا انا بعمل ايه، مفيهاش اي مشاكل، وبسيطة جدا وسهلة، واي حد ممكن يعملها حتى لو مبتدئين. فردناها على اقصى درجة بالفرادة او بالمردنة، وبعد كده بصوا بايدينا بقى كده نفرد بالراحة كده. تبتدي بقى يخش لها هوا بقى زي ما انتم شايفين كده، عشان تبقى مرقة معانا وجميلة. حتى لو اتقطعت مننا برضو مفيش مشاكل، احنا كده كده هنلمها على بعضها. بنفرد على قد ما نقدر بالراحة كده وخلاص. ندهن بقى بالفرشة برضو دهنة خفيفة كده من السمنة على الزيت زي ما انتم شايفين كده. واتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم حبايب قلبي، ووصفاتي تكون بتعجبكم وبتنفذوها واللي بينفذ وصفة وبتعجبه يقول لي ان انا عملتها كويسة. دلوقتي بقى بنطبق الطرف الاولاني وندهن، وبعد كده الطرف التاني زي ما انتم شايفين كده. ماشي يا جماعة. بعد كده بنجيب الطرف ده بنعمله زي الظرف بالظبط، بصوا مربع كده. حتى لو في حاجة مقطوعة بتتدارى تحت، بس كده بصوا بنعمله بالمنظر ده. نركنها على جنب ونجيب ونجيب غيرها. برضو بنفرد نفس الفرد، برضو بندهن لو السمنة ضعيفة، عشان بس ما تلزقش معانا على الرخامة وهي اصلا صغيرة يعني. بنفرد بايدينا الاول، وبعدين بالفرادة اللي معانا دي، او بالمردانة اللي معانا، او اي حاجة بتفرد العجين معانا. تنفع بقى عشاء، مفيش حاجة في البيت، عندك شوية الدقيق وشوية المية وتقومي تعجني للأولاد وتعشيهم. حاجة سهلة جدا ومفيهاش أي مشاكل. ولو عندك عسل ممكن تحطي عسل، مش لازم لو ما عندكيش يعني سكر بودرة وعندك شوية عسل مركونين في التلاجة رش عليها عسل. ما عندكيش العسل عندك السكر، مفيش لبن حطي سكر بس. يعني متاح ليها كل حاجة صراحة، بتبقى جميلة وهتدوقوا طعمها وتشوفوا جمالها، هتعجبكم جدا. خفيفة ولذيذة وعجبت الأولاد أوي، وإن شاء الله هتعجبكم انتوا كمان، وطريقتها سهلة ومفيهاش أي مشاكل. بس أهم حاجة تعجنوا العجينة حلو عشان تبقى تديكوا فرد كويس وتوريق كويس. هنعمل برضو نفس اللي عملناه في الفطيرة الأولانية، برضو نفرد كده بالسمنة وعلى الزيت أو الزبدة على الزيت بالفرشة معانا كده خفيف كده، ونحط على الأطراف برضو. بعد كده برضو بنعمل زي ما عملنا، بنتني أول طرف أيوة كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. برضو ندهن سمنة على زيت، نجيب الطرف التاني ودي نجيب الطرف ده على الطرف ده ونخليها زي الظرف كده مربع، وبعد كده نشيلها كده ونركنها ونجيب غيرها ونعملها برضو هكذا لحد بقى ما نخلص الكمية معانا كده. احنا كنا خلصنا كل الكمية اهي. هنجيب بقى طاسة كده ونحط فيها مسحة سمنة على زيت برضو من اللي معانا، ونبتدي بقى ننزل بأول واحدة. احنا أول واحدة هنعملناها بالراحة كده، عشان هي بتبقى طرية خالص. نفردها كده في قلب الطاسة وعلى نار هادية بقى على البوتاجاز.
نبتدي بنار هادية الاول، نفردها كده بايدينا، وهتشوفوا بقى جمالها دلوقتي على نار هادية. وبعد كده اول ما تخش ايه تبتدي في سوا، بنعلي النار بقى عشان تبتدي ايه تتحمر من فوق ومن تحت على عين البوتاجاز كده زي ما انتم شايفين. احنا كنا حطيناها على البوتاجاز بقى، ما شاء الله جميلة جدا. تلاقي تحسوا بقى تبتدي تنفخ معانا اهي، طبعا عشان متورقة كويس. واول ما نحس ان هي ابتدت تاخد لون من تحت، بنقوم قلبينها على الجنب التاني على طول. بص اللهم بارك، ابتدت تنفخ معانا عشان هي داخلها هوا حلو ومعجونة كويس. طبعا احنا مش عاملينها سميكة، هي رقيقة هتبقى خفيفة في الاكل وجميلة وحاجة كده لذيذة يعني للعشاء. كل حاجة من البيت، ما اشتريناش حاجة من بره الا اذا كان ايه جبنا شوية لبن وخلاص. مفيش لبن خلاص، هو شوية سكر بودرة وخلاص، بتبقى جميلة برضو. دي بقى نقلبها على الوش التاني عشان تاخد برضو ايه تاخد معانا لون. معلش يعني انا تصوير مقطع التسوية ده لازم تشوفوه كله عشان خاطر تنفذوه، تبقوا يعني شايفين خطوات التسوية ازاي. نبتدي نقلب من الجنب ده للجنب ده لحد ما ايه تحمر من الجنبين ويبقى شكلها كده ذهبي وحلو. بنشيلها ونمسح مسحة تاني خفيفة بالفرشة كده الطاسة تاني، ونشيل وننزل غيرها بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم لحد ما نسوي الكمية كلها. وهتشوفوا بقى هنعمل ايه بعد كده. اسهل حاجة تسوية البوتاجاز من فوق والله، تخلصكوا في ثواني. وقبل كده انا عملت فطير مشلتت في القناة، عملته وسويته برضو على الطاسة من فوق، برضو كان جميل جدا وخفيف وسهل وكان في منتهى الجمال. بس كان فطير صغير يعني ما كانش كبير. كده كانت خلاص، هي قربت كده خلاص يعني دخلت في تحميرة اهي. هنشيلها بقى. كده خلصناها اهي زي ما انتم شايفين، ما شاء الله اللهم بارك. هنجيب بقى الطاسة ونحط واحدة تاني بنفس الطريقة. برضو ندهن الطاسة دهنة خفيفة كده من السمنة والزيت، ونحط الفطيرة او الفطيرة اللي معانا بالراحة كده ونفردها فرد حلو. بعد كده لحد ما وشها يبتدي ياخد لون من تحت نقوم قلبينه على الوش التاني. بس ادي التسوية بتاعتها مفيهاش اي مشاكل. دي بقى البغاشة السريعة، البغاشة السريعة باللبن وبالسكر البودر، مفيش اجمل ولا اسهل من كده يا جماعة. ادي كده خلصنا تاني واحدة. هنعمل بقى كل الكمية اللي معانا وكده كنا خلصنا كله. واللبن طبعا لازم بيبقى مغلي وسخن. هنرش الاول السكر كده زي ما انتم شايفين على الكمية كلها، مش هننزل باللبن الاول بالسكر وبعد كده اللبن وبعد كده ننزل بسكر تاني عشان تتشرب اللبن مع السكر. طريقة سهلة وجميلة جدا. لازم اللبن يبقى سخن يا جماعة مغلي لسه عشان يطرلكوا الفطيرة، وهي اصلا طريقة ما شاء الله اللهم بارك. هي طريقة عاوزين تاكلوها بالسكر كده براحتكم، عاوزين برضو تحطوا لبن زي ما انا حطيت كده زي المحلات بره
برضو ايه، مفيش مشاكل. بالمعلقة كده بقى بنسقيها زي ما انتم شايفين. اللبن طبعا مش متحلي، لبن عادي يعني مفيهوش سكر ولا حاجة، يعني كفاية السكر اللي احنا حاطينه. طريقة لذيذة وشهية جدا وهتعجبكم وسهلة مفيهاش اي مشاكل. هنرجع نرش سكر تاني، ومش هيبقى كتير يعني، هيبقى السكر بتاعها مظبوط جدا، عشان خاطر احنا رشينا لبن، فعاوزين بقى ايه، نظبط الوش بسكر خفيف تاني كده وهتبقى ممتازة. وعلى حسب رغبتكم بقى يا جماعة. ويا رب لو وصفة البغاشة باللبن والسكر عجبكم، ما تنسوش بقى تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة، وتعليق حلو كده من تعليقاتكم الجميلة اللي بتحفزني وبتشجعني دايما اشوف لكم الافضل والاحسن. ويا رب تكون وصفة البغاشة عجبتكم. وكده احنا هنقطعها بقى كده، وهتشوفوا التوريق بتاعها من الداخل. اللهم بارك، خطيرة خطيرة. لو كلتوا منها مهما تاكلوا مش هتجزعوا ولا تتضايقوا يعني. بصوا هتشوفوا جمالها، خفيفة جدا. بصوا جمالها، بصوا التوريق بتاعها منتهى الجمال. روعة يا جماعة. تاخدوا الحتة كده على بق واحد، تتنوع تانية كده وعلى بقكم. وألف هنا وشفا، ويا رب كل وصفة عجبكم، والسلام عليكم.